أنت تضع السم في العسل يا أسعد. أنت شوف تعطي سؤال اليمنيين ومن هم الدول التي تساند الحوثيين. سبحان الله سبحان الله، والله العظيم سنقابلك أمام الله. شوف، لا إذا لم إله إلا تستحي فافعل ما شئت يا أسعد. والله إذا لم تستحي فافعل ما أخي، شئت والله العظيم لو ما وسنتقابل. والله لو شوف، ما والله لو ما تخرج هذه إلا هذه عقب الحجر. هذه وحدة. اسمعوا يا آسف آسف. يمانيين، شوف أنتم إخواننا ونحن من الجزائر، وهذا والله ينشر الفتنة. لم سبحان الله، شوفوا كيف دق أنت اللي على تنشر رأسها. الفتنة بطبيعة لحظة الحال. لحظة، يعني سبحان الله، أنا لم أذكر أي دولة اللي على رأسها بطحة يتحسسها. لم أذكر من هي الدول التي تدعم الحوثي. لا 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 لا، أنت يا تريد، مشرف شوف يا شوف، مشرف، سكت لي هذا، سكت أنت هذا، سكت تريد هذا، أن تلعب بالكلمات سكت هذا، فقط. والله سكت أنت هذا، فتان، سكت والله يا أخي العظيم. بدر. اسكت يا أخي، أنا أتكلم، اسكت لو سمحت. اسكت ولا بيضطر المشرف أنه ينزلك. رغم أن هذا هو المحور الثاني في موضوعي. المحور رقم 2 عد موضوعي الآن، موضوع المختطف قسريا رئيس الدائرة السياسية في التجمع اليمني الإصلاح محمد قحطة. ووجهت سؤالا لليمنيين. يا سبحان الله يا جماعة، أنا عندما أحمل الحجر لها دور، والله ما تنفع، والله العظيم. أنا سؤالي كان لليمنيين وليس لغيرهم. أيها اليمنيون المناهضون للمشروع الإمامي الخميني الحوثي، من هي الدول الدول العربية التي تدعم هذا المشروع الذي يفتك بنا كيمنيين؟ طلع جزائري قال أنني ألمح له. يعني شوف اللي على رأسه بطحة يتحسس. رغم أنني لا طلبت رأيه ولم أذكر دولة نهائيا، لا من قريب ولا من بعيد. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ناس غريبين. إذن يا أخي لو سمحت، ابقى أنت مع الأخ الذي تحت لما ننتقل إلى المحور الثاني. ما وش محوري هذا؟ أنا الآن أتكلم عن شخص مختطف عند جماعة الحوثي اسمه محمد قحطان، وعن المفاوضات اليمنية نكملها، وبعدين ندخل معاكم ونفتح المجال لجزائريين وتونسيين وموريتانيين وحتى من بوركينا فاسو. ما عندنا شيء. يا سبحان الله، كيف دق العرق، عرف انه غريم اليمنيين هو. تفضل يا زبير. لا 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 لا، هذا تمرير مغالطات. أنا راح قفل أفعل قفل ما قفل قفل كل قفل 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 ولا مغالطات نزلها. غلط. قفل ولا نزلها يا اخي. اذا استمر يفتح نزلها مباشرة. تفضل يا اخي الزبير. الزبير بن العوام. يا اخي انت تقول لنا طلعوني طلعوني طلعوني، لما نطلعك يا اخي ما بش معك نت. يا الزبير. عبدو. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا، تحياتي لك وللإخوة ضيوفك. والله أنا لما أتكلم على موضوع اليمن، أنا بصراحة إذا تكلمت على الموضوع أتكلم مباشرة، ويعني أعزو ذلك إلى حال الأمة وما تعيشه الآن. والحرب في اليمن أو الفتنة في اليمن هي خير دليل على أن في المنطقة كيان يحاول تدمير الشمل العربي بالوكالة، وهو الكيان الإيراني. وللأسف هذا الكيان الإيراني فهو مدعم أستاذ أنت سمعت عن شخص اسمه محمد قحطان؟ لا يا أخي، أنا حسبت أنك هذا موضوعي يا أخي، هذا موضوعي. أنا لا أريد أن أخرج، يعني الكلام العمومي ليس هذا. أنا عندنا شخص مختطف الآن يتم مقايضته ب50 حوثي، عشان يطلقوا صراحة، طالبين يطلقوا 50 حوثي، وفي مفاوضات يمنية. إذا تريد أن تتداخل في المحور الثاني أيضا تبقى معي. دعني أسمع أصوات يمنية أولا، ثم نفتح المجال نرى من يدعم هذا المشروع الحوثي الإيراني في اليمن.